اليوم ده بيبقى اللي هو لا اما اخر جمعه من كل شهر او اخر سبت من كل شهر. الناس اللي هم بيحبوا ركوب الدراجات العجل وكده بيتجمعوا كلهم والكلام ده بيحصل في مدن كتيره. يعني انا كنت السبت اللي فات في هامبورج فكان في برضه نفس الشيء ده. حد فاكر مهرجان العجل ده اللي شفناه الويكند اللي فات في هامبورغ؟ اعتقد هو. مهرجان كبير جدا جدا. Stephen, Teresa, Alfie. Riders on Saturday. We are in Germany, so this one we do. next week we are back up in the UK. دي حاجه كده اسمها كريتيكال ماس، يعني دي اللي هم بيمشوا بيتجمعوا بالعجل وبيمشوا لمسافات كبيره في المدينه، وزي ما انتم شايفين كده يعني ايه كانها احتفالات وبيدوا اجواء حلوه يعني. We are in Germany, Aachen. Please make some noise. انا بقول اروح اجيب العجله بتاعتي واجي. ودي ظبطة عشان بتظبط لو في حاجة حصلت ولا حاجة. برضه البوليس موجود عشان يظبط حركة المرور وكده. يجي اكتر من 2000 دراجه بجد. ده في قدام كتير جدا. شايف هو وصل لحد فين؟ الناس بتجري اهي، حلو قوي.
والله رياضة حلوة على الصبح، والله بجد شعب جميل. شعب رايق يعني، فاهمني؟ بيعملوا شوية رياضة على الصبح، والجو الحلو ده بتفرق جدا. كتير ورا وكتير قدام، كتير جدا. شايفين؟ حرفيا كل الفئات العمريه مشاركه فيه، كبار صغيرين اطفال، كل الاعمار. كنت اعرف الموضوع ده كنت جبت العجله بتاعتي ومشيت معاهم، بس انا اتفاجئت والله. يعني انا صحيت من النوم على صوتهم في الشارع، فقلت انزل اشوف ده ايه. يعني بجد ناس كتيرة جدا، فهم بيتجمعوا. الناس اللي بتحب ركوب العجل وكده بيتجمعوا في اللي هو السبت، اخر سبت او اخر سبت في الشهر بيتجمعوا فيه ويسوقوا العجل زي ما انتم شايفين كده، كميات مهولة.